من جاهد وصل على قدر جهاده. قد تجاهد نفسك على الصيام، خلاص جاهدت نفس تهدى للصيام، يصبح الصيام سهل عليك. جاهدت نفسك على القيام، تعطى القيام، أصبح القيام سهل. جاهدت نفسك على الإنفاق والكرم، تعطى الكرم، يصبح الإنفاق سهل عليك. جاهدت نفسك على القرآن والتلاوة، تعطى القرآن ويصبح القرآن سهل عليك. جاهدت نفسك على طلب العلم، تعطى العلم. جاهدت نفسك على الصلاة، تعطى الصلاة. جاهدت نفسك في الحج، تعطى الحج. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكان الله يقول لك يا عبدي جاهد نفسك والشيء الذي تريد وتجاهد نفسك عليه أعينك وأعطيه لك وأسهله لك. فأما من أعطى صعب واتقى وصدق بالحسنى، إيش بعدها؟ فسنيسره، هداية تيسير لليسرى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم. في واحد عجول ما عنده صبر، لكن بالمجاهدة يصبح صبور. في واحد غضوب، لكن بالمجاهدة يصبح حليم. ولهذا الأخلاق تحتاج إلى مجاهدة حتى تكون خلقك كريم. ما تقول والله طبعي، والله طبعي عصبي، لا، ما في شيء اسمه طبعي عصبي. جاهد نفسك. والله يا أخي ما أقدر أعطي، أنا طبيعتي ما أعرف أعطي، ما تعودت أني أعطي، أخشى أني أمنع زكاة، لا، ما في شيء اسمه ما أعرف. جاهد نفسك. والله يا أخي صعب علي قيام الليل، ما أقدر أقوم، لا، ما في شيء اسمه صعب، قم الليل إلا قليلا، لكن خذ بالتدرج، صلي ركعتين خفيفتين، ليلة الثانية زود شوية 4، ليلة الثالثة زود خليها 6، وهكذا حتى تصل إلى درجة أن قيام الليل يصبح ألذ عليك من المنام. تصبح وقتك قايم ترتاح أكثر من وقتك نايم. ولهذا قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مضجع ولو كان فراش وثير يتجافى يبتعد عنه، وإذا به بين يدي ربه عليه السكينة والوقار.